انا جيت. يا مساء الأنوار، عندك شيت بالمخزون بتاعك وعايز تسرش على صنف وتطلع البيانات بتاعته، وزهقت من الفلتر العادي أو من السيرش في الشيت عن طريق كنترول اف وعينك تعبتك؟ تعال نشوف دالة فلتر بتعمل سيرش ديناميكي عظمة ازاي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. أنا عندي المخزون بتاعي بالطريقه دي، فبدل ما اجي هنا واعمل فلتر عشان ادور على الصنف او ادوس كنترول اف واكتب كود او الاسم بتاع الصنف واقعد ادور عليه، انا ممكن دالة فلتر تعمل لي الكلام ده بطريقه سهله جدا. بس قبل ما نخش في دالة فلتر محتاجين نعرف دالتين تانيين هنستخدمهم معانا. اول داله هي داله از نمبر. داله از نمبر دي هي ما بتعملش حاجه عندي غير ان هي بتقول لي هل اللي موجود في الخليه دوت عباره عن رقم ولا تكست. فلو تكست تقول لي فولس، ولو نمبر هتقول لي ترو. دي مهمتها. حلوين؟ زينة والله زينة. طيب تاني دالة معانا هنحتاج نعرفها وهي دالة سيرش. دالة سيرش ده انا بقول له يدور لي على تكست معين، وليكن هخلي التكست في الخلية ديت هخليه يدور لي عليه في مجال معين، وليكن هخليه يدور لي عليه في المجال ده وادوس له انتر. تمام. طبعا الخلية فاضية فمش جابليش حاجة. لو كتبت له WH مثلا ودوست له انتر هيجيب لي مكان ال WH دي فين، رقمها كام في الخلية اللي موجودة عندي. فانا هستخدم الدالتين مع بعض. هقول له بيساوي دالة از نمبر، بعد كده اكتب له دالة سيرش. تمام. هقول له فايند التكست دوت في المجال دوت وهدوس له هلاقيه طلع لي بالشكل دوت. ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني مع دالة فلتر ان هو يرجع لي بالحاجه اللي انا محتاجها. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. فانا عندي كلمه وايت هنا مثلا عايز اسرش عليها في مجموعه الاصناف اللي موجوده عندي هنا. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. فهاجي هنا هكتب معادله فلتر بتاعتنا العاديه. هيقول لي الاري بتاعك فين او الجدول بتاعك فين. هقول له الجدول بتاعه واتاكد ان انا ما خدتش الهيدرز بتاعتي معايا. بعد كده بيقول لي الانكلود بتاعك ايه او التضمين بتاعك ايه او الحاجه اللي انت هتسرش عليها ايه. هنا بقى هدخل معادله از نمبر وكمان معادله سيرش. الفاين تكست بتاعي فين؟ هقول له يا سيدي انا عايزك ترجع لي الفاين تكست بتاعي بالكلمه دي. التكست اللي هو هيدور فيه فين او العمود اللي فيه الاسامي ده فين، هقول له العمود اهو. هقفل المعادله بتاعت سيرش وهقفل المعادله بتاعت از نمبر. يجي كده بعد كده في داله فلتر يقول لي اف امبتي، هقول له خليها علامتين تنصيص واقول له انتر. هلاقيه طلع لي الاصناف بتاعتي اللي فيها كلمه واي. المعادله احنا كاتبينها فوق هنا للتوضيح. طيب لو غيرت من هنا كتبت له مثلا كلمه ريد واتكيت له انتر هلاقيه طلع لي الاكواد اللي فيها كلمه ريد. طب انا عايزه بناء على ان انا اجي اكتب اي حرف يبدا يطلع لي الاصناف اللي فيها الاحرف دي، ان انا اخلي السيرش ديناميكي اكتر من كده، ان انا مش لازم اتكلك انتر. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ فهنا بقى هنستخدم حاجه من قائمه ديفلوبر. هنيجي على علامه الانسيرت اللي موجوده عندي هنا دي، هتكله على انسيرت تكست بوكس وهتكله عليها كده، وهاجي هنا هحط التكست بوكس بتاعي مثلا. فهاجي هنا هلاقي ديزاين مود. تمام. فانا محتاج اربط التكست بوكس دوت بالخليه اللي انا بكتب فيها السيرش بتاعي. فهخش على البروبرتيز من هنا تطلع لي القائمه دي. فهاجي على اللينكد سيل واروح كاتب له رقم الخليه اللي موجوده عندي اللي هي بي 4. تمام. بعد ما كتبت له اللينكد سيل بتاعتي ممكن اخش هنا من عن طريق كاتيجورايز. اجي هنا اختار الخط بتاعي. خلاص عملت اللينك بتاعي وغيرت الخط بتاعي. نقفل البروبرتيز وهاجي هنا على الديزاين مود الغيه بحيث ان هو يسمح لي ان انا اكتب في البوكس هنا. اول ما ابدا اكتب في البوكس الاقيه السيرش بيشتغل معايا بناء على اللي انا بكتبه. تمام. فدالة فلتر هنا اشتغلت معايا بشكل ديناميكي، وفرت عليا حاجات كتيره كان ممكن اعملها. فالخلاصه ان انا استخدمت هنا 3 دوال مع بعض دمجتهم مع بعض، عن طريقهم قدرت ان انا اسهل الدنيا بتاعتي شويه. انا استخدمت دالة فلتر حددت له الجدول بتاعي. بعد كده استخدمت دالة از نمبر عشان خاطر بس اخد منها حته الترو اور فولس. وبعد كده استخدمت دالة سيرش هي اللي تجيب لي الحاجه اللي انا بدور عليها وتطلعها لي في الاخر دالة فلتر. وده كان الموضوع باختصار. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس واكتب لنا في التعليقات الدوال اللي انت عايز تعرفها. سلام.